ثالث: يا فصلي المحبب الهادئ المؤدب، إن تحسنوها صحبتي تنالكم محبتي. لله درك يا جلال، كم فيك من حسن الفعال، والصمت عندك من وقار، ستكون من خير الرجال. عبد الباسط: الولد النبيل صاحب الخط الجميل، قد جئت من بيت أصيل. ليث: يا باسم المحيا وصاحب الأسئلة الذكية، كن دائما برا قويا. إبراهيم: يا سمي النبي، يا تالي القرآن بالصوت النبي، لا تبرحن حتى تختم، وخيرنا من عالم قد علم. وعن زياد: لا تسل، ما خاب لي فيه أمل، من كان مثلك يا فتى رام المعالي لم يطل. محمد حنين: المبدع الرسام، وجهه البسام، ومثله قليل في خطه الجميل. أسامة: يا سمي الصحابة، كم فيك من أدب ومن نجابة، إن تسمع الأذان أسرع إلى الإجابة. من هو الصحابي اللي اسمه أسامة؟ تعرفه؟ أسامة بن زيد. محمد ناجي: مؤدب وذو خلق، وزان قوله الصدق، وإن ترد زيادة فأكثر التلاوة. محمد السوسي: إني أرى الذكاء في عينيك، يا فخرنا وفخر والديك، اجعل كتاب الله ملء ناظريك. حسين: يا أحسن الصبيان وسابق الأقران، لابد من أن تختم قرآنك وتتقنه. حسني: قصصك الطريفة نحبها، وأنت في دراسة مجدها، علمتنا أن نرحم الفقير ونعطي الكثير. محمد أبي القاسم: ما أعذب تلاوتك وأسرع قراءتك، وجهك بهي وقلبك نقي، كن عابدا تقي. محمد الفقيه: يا طالب النبي. محمد يحب الخيل، عنده بخيل ولا؟ الخيل عاديات تعدو على البدات، بفارس النبيل إيمانه أصيل. عبد الله: طالب النجيب، دائما يلقاني بالترحيب، كن عابدا لله وطالب الرضا. محمد بسنينة: الله درك يا محمد، يا أيها الولد المسدد، علقت قلبك في المساجد، أنت نجم في سماء العلم صاعد، يا بارك الله في ولد ووالد.